تعال اقول لك على شويه حاجات هتساعدك كتير جدا في الانجليش، حتى لو انت ما بتحبش الانجليش ومش عاوز تاخد انجليش كورسز. من الحاجات اللي بتفرق اي حد بيتكلم انجليش عن التاني هي الاكسنت بتاعته. من التريكات دي هي طريقه نطقك لحروف معينه في الانجليش. الحروف دي ممكن تنقل البرونانسيشن بتاعك في حته تانيه خالص. زي مثلا كلمه زي comfortable، ممكن حد يقول comfortable او comfortable. حاسس بالفرق؟ انا لسه ما اتكلمتش على grammar، ما اتكلمتش على structure، ما اتكلمتش على اي حاجه تاني. من الحروف دي مثلا حرف الار. اقرب حاجه لحرف الار في لغتنا هو الر، ولكن الر مختلفه شويه عن الار. حرف الار بيتنطق مش زي العربي، ما بنقولش ر. من امثله نطق حرف الار كلمات زي read، ما قلتش read، او write مش write. ملاحظين الفرق؟ ده نطق حرف الار عاده. بيتغير ازاي بقى؟ زي مثلا لو قبل حرف الار تي. كلمه زي tree، ما قلتش tree. كلمه زي try، train. او مثلا كلمه زي stress. ايه اللي حصل في نطق حرف الار؟ بقى فيه صوت تش بعد التي. زي مثلا street مش street. مثلا لو انت في انترفيو والانترفيور بيسالك بتقدر تشتغل تحت ضغط ولا لا، لو قلت I can work under stress هتفرق اكيد عن لو قلت I can work under stress. انهي واحده بتبان professional اكتر؟ So this is number one. المثال الثاني لو جه قبل حرف الار دي، كلمات زي مثلا drink، انا ما قلتش drink. ايه الفرق؟ لو ركزت هتلاقي ان في صوت ج بعد الدي. زي مثلا drive، drink، dream. بتفرق عن dream، drive، drink. او مثلا كلمه dress او dress. لو مثلا هتتكلم عن حلمك هتقول my dream is to make a lot of money، ولا هتقول my dream is to make a lot of money. اكيد في فرق، وعشان كده بقول لك التريكس دي عشان هتفرق جدا في البرونانسيشن بتاعك حتى لو انت لسه بتبدا. دلوقتي اي كلمه تقابلك بعد كده فيها تي ار او دي ار افتكر تي ار تش، دي ار ج. stress، dream احسن من stress او dream. Thanks for watching. This is Islam and I hope you learned something new today. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.